به النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في المسند وكذلك في السنن من حديث معاوية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. المراد بهذا أن عدم استقرار الشام في شيء من الفتنة علامة على عدم استقرار بقية دول الإسلام، ولهذا أنا متفائل ما يحدث من تصحيح في الشام مع التفاؤل الذي يحدث، مثلا التفاؤل حدث في مثلا في تونس، حدث في ليبيا، وحدث في مصر، مع وجود شيء من الثغرات التي لا ترضى في كثير من هذه البلدان، إلا أنها على أقل أحوالها خير مما كانت عليه في السابق. وما يحدث الآن في سوريا أرى أنه مخاض لإخراج الأمة من أزمة عظمى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ما يتعلق بصلاح الشام صلاح للأمة وفساد الشام وفساد الأمة. والشام قد مر بعقود مستمرة في الفترة الماضية بشيء من الفساد في النظام والفساد فيما يتعلق في أمور الأموال، الفساد ما يتعلق بنشر عقائد منحرفة سلوكية، وكذلك أيضا ما يتعلق بالأفكار في الشام. والشام الآن بدأ بمرحلة التصحيح، وهذا أنا متفائل لبقية العالم الإسلامي كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إذا فسد الشام فلا خير فيكم، فيه دلالة إذا صلح الشام فإن الخيرية تكون في هذه الأمة، ولهذا كل نسبة صلاح تزيد في الشام فإن هذا علامة على صلاح الأمة. كذلك أيضا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في قوله قال إن الإيمان حيث تقع الفتن في الشام، يعني بورود شيء من الفتن في الشام فإن هذا أمارة على وجود مخاض ظهور إيمان في هذه الأمة. كذلك أيضا ما يتعلق بما جاء من مناقب تلك البلدة في أنها أرض المحشر، وكذلك أيضا المنشر كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صنف في هذا إما عليهم رحمة الله كابن ناصر الدين في فضائل الشام، وصنف أيضا إما في رجالاتها وعلمائها، وكذلك ما جاء في ذلك من نصوص وأحداثها وواقعها. وقد صنف في هذا ابن عساكر كتابا في ذلك كبيرا جدا وهو يزيد على 60 جزءا، وقد صنف ابن عساكر في تاريخ دمشق وصنف فيه، وكذلك أيضا ما في أطرافها، وحكى في ذلك حكايات كثيرة، وقد خرجت أيضا كثيرا من العلماء. وأرى أنها ستعود بإذن الله عز وجل إلى مجدها، لأنها هي بوابة الإصلاح والتصحيح ليس لأمة الإسلام مجردة، بل أيضا حتى لليهود والنصارى ستكون بوابة لمن أراد أن يدخل إلى دين الله من هذه البوابة، ومن أراد أيضا أن يدفع شره فإنه يدفع من هذه البوابة، سواء كانوا اليهود في فلسطين أو كذلك أيضا ما كان من غيرهم من الروم، أو كذلك أيضا ما كان من جهة أخرى من جهة فارس، أو كان أيضا ما كان من جهة شمالهم الشرقي ما يتعلق بروسيا وأجزائها. شيخنا، المسألة